موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد يقترب، حيث ينتظر عشاق الكرة الإسبانية إحدى أقوى مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم. المواجهة ستكون مقدمة من الجولة 19 من الدوري، وهي مباراة تحمل طابعا خاصا بسبب المنافسة التاريخية بين الفريقين، وأيضا بسبب تأثيرها المباشر على جدول الترتيب. يستضيف فريق برشلونة هذه القمة الكبيرة على أرضه وبين جماهيره، وهو يدخل المباراة بهدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز للاستمرار في مطاردة المراكز الأولى في الدوري الإسباني. برشلونة يعول على قوة خط الهجوم وعلى الأداء الجماعي خاصة في المباريات الكبيرة، بالإضافة إلى رغبة اللاعبين في تقديم مستوى قوي أمام خصم بحجم أتلتيكو مدريد. أما فريق أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه المعروف بأسلوبه الدفاعي القوي، فيدخل المباراة بطموح العودة بنتيجة إيجابية، خصوصا وأنه ينافس بدوره على مراكز الصدارة. أتلتيكو يعتمد على التنظيم الدفاعي المحكم والهجمات المرتدة السريعة، وهو ما يجعل المواجهة تكتيكية وصعبة على الفريقين. المباراة ستلعب يوم الخميس 13 فبراير 2025، وذلك في تمام الساعة 9 ليلًا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 10 ليلًا بتوقيت مصر والسودان وليبيا، 11 ليلًا بتوقيت السعودية وقطر والعراق والكويت. وستنقل المباراة عبر مجموعة من القنوات الرياضية المتخصصة التي تمتلك حقوق بث الدوري الإسباني، حيث سيتمكن المشاهدون من متابعة اللقاء بجودة عالية وتحليل شامل قبل وبعد المباراة. قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد دائما ما تكون مثيرة، مليئة بالحماس، وقد تشكل نقطة تحول في سباق الدوري، لذلك يتوقع أن تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة من الجماهير العربية والعالمية.